تفتكر ايه اكتر حاجة ممكن تكون تقيلة في الميزان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ما شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. اخلاقك اتقل حاجة في ميزانك. عارف بقى لو تكمل الحديث معايا: فإن الله تعالى لا يبغض الفاحش البذيء. الله سبحانه وتعالى يبغض الفاحش البذيء. ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش الفاحش البذيء اللي كل كلامه إيحاءات، اللي كل كلامه يا ابن كذا ويا ابن كذا، اللي كل كلامه شتيمة، اللي كل كلامه سب، اللي كل كلامه غيبة ونميمة على الناس. الله سبحانه وتعالى يبغض الشخص ده. انت متخيل يعني ايه؟ طب انا هقول لك ايه تاني اعلى من كده يخليك تبطل شتيمة؟ مفيش اعلى من ان ربنا سبحانه وتعالى يبغض الشخص ده. ومفيش حاجة مهما عملت، مفيش حاجة اتقل في ميزانك يوم القيامة، اليوم اللي احنا عايزين نتقل الميزان على قد ما نقدر فيه، احسن من حسن الخلق. تعامل مع اهلك كويس، وتبتدي باهل بيتك، مش تبتدي بالناس اللي بره، تبتدي باهلك كويس، وتعامل مع الناس باحترام وبذوق، وتبتسم في وش الناس، ما تشتمش، ما تغلطش. امسك لسانك عند النرفزه، امسك لسانك على قد ما تقدر، وتعامل مع الناس بالاخلاق الحسنه، لان دي من صفات المسلمين. فده اتقل شيء في ميزانك. ولو انت مش كده، فالله سبحانه وتعالى يبغض الفاحش البذيء.